اول شيء قول لي انا وين؟ انا وين؟ عند منو؟ اي كنافه اردنيه ونابلسيه. اسم المحل ترى براند. يقول لي لا في فرق بين فلسطين والاردن، احنا كلنا واحد. معمول فستق. انزين فستق معمول فستق وايد شامل. شوف الفستق من داخل، شوف الحشوه متروسه وايد حلوه، حلوه لذيذه وخفيفه. مو اقول لكم انه شيره، لا معتدل. هذا معمول جوز. يا سلام عليك. انا عندي الجوز نمبر 1. افضل الجوز بعدين الفستق. خندوق. يا سلام عليك لذيذه والله. شغلهم حلو وايد حلو. شنو مجهزين هذا كله حق العيد؟ ها هذا كله حق الشلاجين. يا سلام يا سلام. يحب الناس اللي يحبون التمر. لا تقولوا لي عجينه بف باستري تحطون فيها عجينه تمر. هذا الاصل. نجيبه من الاغاتي الاردنيه. برازق مع غريبه. يحبون عشاق البرازق، انا اولهم. قبل كانوا يجيبوا لي من سوريا، ها من الاردن. نفس الشغل السوري الشامي القديم. ذوقي لي اياه واحنا عندي مشكله. هاي البرازق الطعم القديم، واستعمال سمنه مو زيت ولا اي سمنه اصليه، تاكل شيء نظيف ومرتب. هذا الكعك المصري اللي محشي الحلقوم. الملبن. انتوا دائما تسمعون محشي ملبن. اي التمر والفستق وهذا كله بس بدون سكر، حق الناس اللي ما يبون سكر. وهذا الكعك الساده. بجرب هذا اللي دائما اسمعه، الملبن. قطعه حلقوم داخل، يحبون الحلقوم. الكعك هذا وايد حلو. شوفوا شلون تعرف. ابو زين قول لي شنو عندك هنا؟ هاي الزاويه من الاردن. معمول الاغاتي مشكل تمر فستق وجوز. عباره عن كعك تمر باليانسون. العنبتاوي الاردني اللي احنا بنقول عليه معمول تمر سميد سمن عربي محلب شومر يانسون الحبه الحلوه داخله. عندك هني سميد بالسكر بس الناس اللي ما تحب الخلطات تبعت المحلب والشومر نعطيهم احنا سميد بالسكر بس. الحين ابو زيد المعمول اللي عندك هذا اللي مسويه انت حق العيد هذا كله طبعا على الطريقه الفلسطينيه والاردنيه والشاميه. احنا كلياتنا واحد. الطريقه الاصليه سمن عربي فستق على ابوه زي ما بيحكوها. يعني ما شفتوا هني الكنافه الخشنه والكنافه الناعمه اللي بالجبنه واللي بالقشطه والبقلاوه والبسبوسه بلح الشام. ايه بسبوسه جوز الهند وكنافه بالمانجا وكيكه تركيه. شيء فريش يومه بيومه. طايف القطايف.